اريد انوه على شغله. قبل فتره طلعت فيديو رديت على القبنشي من قال احنا ننطي نفط للاردن ببلاش، وطلعت انا صححت له وصححت لهوايه من الشعب انه النفط مو مجانا، احنا نبيع النفط للاردن بسعر العالمي ناقص 16 دولار، ونبيع بس 15,000 برميل من نفط كركوك عن طريق الصهاريج. طلعوا هواي ناس قالوا هذا الكلام مو صحيح واحنا نبيعه مجانا، اكو ناس داسوا بيها شويه قالوا احنا ننطي نفط للاردن مجانا من التسعينات ولحد الان. شوف عزيزي اللي كذبت كلامي، هذا كتاب صادر من الدائره القانونيه بوزاره النفط العراقيه، العدد قاف الف على 2698 بتاريخ 22/6/2020. يقول الكتاب: استنادا الى مذكره التفاهم الموقعه بين وزارتنا ووزاره الطاقه والثروه المعدنيه الاردنيه بتاريخ 2/2/2019، تم توقيع عقد تجهيز نفط خام كركوك الى شركه مصفاة البترول الاردنيه، حيث نصت المذكره والعقد انفا على ان يتم بيع نفط خام كركوك الى الاردن بالسيارات الحوضيه مطروح مستودعات بيجي صلاح الدين وفقا للمعادله السعريه التاليه: سعر برميل النفط خام كركوك يساوي المعدل الشهري لسعر خام برنت ناقص 16 دولار، ناقص 16 دولار للبرميل الواحد. وهذا كتاب رسمي وبتوقيع مدير عام الدائره القانونيه بوزاره النفط العراقيه ليث عبد الحسين شاهر. زين، انتم الى متى تبقون بعقليه القطيع وترددون كلام وراء اي واحد بدون ما تفتهمون الموضوع وبدون ما تبحثون؟ طبعا انا اقصد اللي شككوا بكلامي وبقوا مصرين انه النفط مجانا. وخليني اشرح لكم ليش ننطي للاردن ناقص 16 دولار. لان العراقي يحصل على تسهيلات من ميناء العقبه الاردني، ويحصل على خصم 75% من رسوم المناوله، وهذا طبعا راح يقلل تكاليف الاستيراد، اضافه الى ان الاردن يزود منطقه الرطبه ب 40 ميجا واط بالكهرباء، اضافه الى منح العراق اعفاءات جمركيه ل 300 سلعه اردنيه لدخول السوق العراقيه. فان شاء الله وضحت الصوره، ويا ريت تفكونها من هالموال لان قديم وبالنتيجه قناعاتكم ما راح تغير الواقع. ويا ريت هم مصطفى سند شويه يشوف لنا طريق نصدر بيه نفطنا، احسن ما قاعد مقابل الفيسبوك ويفشر على الرايح والجاي والدماغسيزيه يصفقوا له. هسه اريد اتكلم بموضوعي. قبل فتره طلع رئيس الوزراء محمد الشياع واعطى الضوء الاخضر للحشد والقوات الامنيه ان ترد على اي اعتداء، وبنفس الوقت طلع لنا مصطفى سند وقال العراق اليوم دخل الحرب رسميا مع ايران. زين، بما انه احنا دخلنا الحرب رسميا